بتأجرها علشان تراقب جوزها، لكن اللي ما تعرفوش ان هي وقعت في حبها من النظرة الاولى وقررت ان هي تدخل معاها في علاقة. فبتدخل معاها في علاقة وكمان بتدخل في علاقة مع جوزها. مش كده وبس، كمان بتدخل في علاقة مع ابنها، يعني لفت على العيلة كلها. فتعالوا بينا مع بعضينا نشوف ايه حكاية الفيلم ده. لكن قبل ما نبدأ اوعى تنسى انك تعمل لايك للفيديو واشتراك ليا في القناة، ويلا بينا يا صديقي ان احنا نبدأ الفيلم بتاعنا. وفيلمنا بيبدأ مع بطلتنا كلوي، اللي كانت شغالة في الشغلانة اللي هي العاهرة اللي احنا عارفينها، اللي هي بتبيع نفسها وجسمها مقابل الفلوس وكده. بس مش علشان الفلوس، ده علشان هواية عندها. بعد كده بقى بنيجي للبطلة بتاعتنا التانية، الدكتورة ايمي، اللي كانت شغالة دكتورة نساء ولادة وتمريض، واللي كانت بتحب جوزها جدا جدا اللي هو اسمه ديفيد، واللي هو اصلا كان شغال محاضر كده بيلقي محاضرات على الطلاب. وطبعا كان مميز جدا لدرجة ان الطلاب خصوصا البنات كانوا بيقعوا في حبه من اول نظرة، لانه كان راجل بمعنى الكلمة. المهم ديفيد كان شغال اصلا في مدينة تانية، والمفروض ان هو هيركب طيارة وهيروح البيت، ومراته في الوقت ده كانت عاملة له حفلة، لكنه بيرن عليها وبيقول لها ان هو اتأخر، وده طبعا بسبب ان هو الشغل كان كبير يعني ومش هيقدر يجي. المهم بقى صاحبنا بيجي بالليل وهي بتصحى الصبح، فبتلاقيه جنبها على طول وبيقول لها معلش ان هو عنده شغل وان هو هيأجل النقاش لمرة تانية. فبتيجي تخرج كده فبتلاقي ان بنتها معاها ولد كده حبيبها، اللي هو ايه ده، او لا ثواني كده، هو اصلا ده كان ابنها ودي بنت تانية. فبتقول لهم معلش ابقى امشوا بس لابسين المراطيل يعني. المهم بقى بتفتش في جاكيت جوزها وبتلاقي صورة مع بنت عنده، فبتقول واضح كده ان هي كانت شغل يعني. ديفيد كان بيخونها المفروض. صاحبتنا خرجت معاه على العشاء، ولما خرجت معاه على العشاء هناك طبعا دخلت الحمام، وهناك في الحمام قابلت بقى البطلة بتاعتنا الجميلة ام عيون شقرة. المهم البنت اللي اسمها كلوي واللي اتعرفت عليها في الحمام، وبنت كلوي قعدت تقرب منها بشكل مبالغ شوية يعني. المهم لما طلعت لقيتها بره قاعده مع راجل كده، وعرفت ان كلوي فتاة ليل لان الواضح ده مش حبيبها. وهي في الطريق بقى اتخانقت مع جوزها. قررت تاني يوم ان هي تروح للمكان اللي هي في كلوي، واول لما كلوي تشوفها على طول بتقرب منها، والاتنين بيتكلموا مع بعضيهم وبتقول لها ان هي شاكه ان جوزها بيخونها، عشان كده قررت ان هي تأجرها وان هي هتديها مبلغ كويس مقابل ان هي تغري جوزها وتحاول تغريه يعني. المهم بقى بتقول لها ان جوزها بيقعد في الكافيه ده كل يوم الصبح، فبتروح كلوي وبتقرب منه بالفعل. وبعد كده بقى صاحبتنا كلوي بتروح تقابل ايمي مره تانية الدكتوره علشان تحكي لها بقى تفاصيل الواقعه، وبتقول لها بصراحه ان جوزها جه وما كلمهاش. هي حاولت تقرب منه لكنه ما عندهاش اي اهميه، وبتقول لها جوزك واحد اصيل يا استاذ رحاب. المهم يعني صاحبتنا بتروح البيت وهي بقى زعلانه وحزينه ان هي شكت في جوزها اللي كان قاعد شغال في المكتب، وواضح ان الشغل مطلع عين امه ومبهدله. فبتروح تتكلم معاه لكنه بيسبقها بالكلام وبيقول لها حقك عليا، انا عارف ان انا مشغول بالشغل وان انا مطنشك وكده والكلام ده كله. فبيصالحها وهي بتصالحه، والاتنين بيدخلوا في علاقه. جوزها بقى حقها. المهم بقى الكلام ينتهي على هنا؟ لا ما ينتهيش هنا. بيجي لها رساله من كلوي بتقول لها قابليني بسرعه في البار. فبتقول لها ايه، فبتروح لها مره تانية وبتقول لها ان جوزها تاني يوم وهو راحت تجرب مره تانية، فالمره دي اخدها في مكان كله زرع كده في متحف كده وبسها والكلام ده كله يعني. صاحبتنا بقى اتعصبت وسابتها ومشيت على الاخر، لكنها رجعت لها مره تانية، وكلوي كانت بتبص لها بعيون كده كلها حزن وكلام اللي هو بيقول لها ما تزعليش. وكلوي كانت متعوره، فصاحبتنا التانية كانت بتغير لها على الجرح، لكن كلوي كانت عينيها عليها بشكل مبالغ يعني اللي هو ايه ده، وبتكلمها او بتكمل لها الحكاوي بقى ان جوزها اندمج معاها اندماج كلي. وصاحبتنا بقى يا عيني كانت زعلانه ومتاثره وبتعيط ان هو جوزها خانها بالطريقه ديت. تعمل ايه، اخدت نفسها والحزن مالي عينيها وبدات تمشي في الطريق وتفتكر بقى، وبيجي في دماغها كل التخيلات اللي جوزها ممكن يعمله مع العاهره اللي اسمها كلوي دي. المهم بقى صاحبتنا كلوي راحت لها العياده اللي كانت شغاله فيها هناك، وهناك قابلت مين، ابنها، وسلمت عليه وقالت له اهلا انا كلوي، وان انا صاحبه مامتك بس انا صغيره شويه في السن لكن انا صاحبتها قوي. وبتقول له ان هي كمان عايزه ان احنا نبقى اصحاب. بتجمع بنت اللذينه. المهم بقى ايمي او الدكتوره ايمي بتزعلها وبتقول لها ان هي ما تجيش العياده، ان هي تيجي العياده ليه. المهم بقى راحت قعدت مع صاحبتها بيتكلموا، وهم قاعدين مره واحده جالها رساله من كلوي بتقول لها انا في الغرفه رقم كذا في الفندق اللي انت قاعده فيه، تعالي عشان عايزاكي في موضوع مهم. فبتستأذن بقى من اصحابها وبتروح لمين، لكلوي فوق اللي كانت بتغير هدومها في المرايه قدامها علشان تبين لها جسمها
واضح كده ان كلوي كانت بترسم على كبير يعني. المهم التانية فهمت النية بتاعتها، فقالت لها اقعدي على الكرسي ما تقعدوش على السرير، واتكلمت معاها. بعد كده قالت لها غيري هدومك علشان هننزل مرة تانية، وبرضه بتغير قدامها وتوريها جسمها. والاتنين نزلوا مع بعضيهم، والدكتورة ايمي بدأت تعيط على جوزها بيعمله. فالتانية استغلت نقطة الضعف اللي هي كانت فيها وبتقول لها هو انت عينيكي فيها حزن ليه؟ بعد كده بتقرب منها على طول وبتديها واحدة كيس على طول، بتخلي الدكتورة تقوم تجري تهرب من هناك بسرعة. وبتروح لحفلة اللي كان فيها ابنها بيعزف على البيانو هي وجوزها. بعد كده جوزها بيسيبها وبيقول لها اللي هو عنده شغل وبيسيبها وبيمشي. فبترجع بسرعة على البار على الحانة على طول، وبترجع للكلوي، وأول ما بيشوفها بتقول لها يلا بينا على إيه، على الروم علشان نعمل واحد روم سيرفيس يعني. وبتسيب لها نفسها، وبالفعل الاتنين بيعملوا واحدة كده، مش عارف يعملوها ازاي بس هم عملوها يعني. لدرجة ان كلوي كانت هي الراجل والتانية كانت هي الست، لانها كانت مستسلمة لها على الاخر. بعد كده التانية اتحركت منها وروحت البيت والحزن مالي قلبها، مش قلبها بس اللي كان مالي يعني. بعد كده جوزها بيقول لها ايه التأخير ده كله، وبيتخانق معاها ويزعلها. فبتزعل وبتتضايق لانها عارفة ان هو كمان بيخونها، لكن الاتنين ما كانتش دي طبيعتهم. هوب هوب هوب، كلوي جات لها وهي جايبه لها ورد بعد ما بعتت لها صوره وهما الاتنين على السرير سوا وهي قلعه. فطبعا التانية زعقت لها وقالت لها هو ايه اللي انت بتعمليه ده، ايه اللي انت عاملاه ده، احنا عملنا غلطه مش هنعملها تاني. وبتزعق لها وبتقول لها ان هي اصلا مش عايزه تعرفها تاني ولا ان هي تجيلها. فكلوي بتقول لها طب على فكره انا بحبك. فقالت لها حب ايه وبتاع ايه، انت هتخربي حياتي وتخربي بيتي، ابعدي عني وعن جوزي، ما تجيش جنبنا مره تانية. فبتزعل وبتمشي. فبتروح لمين لابنها بقى، وبتقول له ان هي جت علشان طبعا تسلم عليه، مش هي قررت ان هم يبقوا اصحاب. وبتقول له ان هم ان هي عازماه ان هم يخرجوا مع بعضيهم وان هم يتعرفوا على بعض بشكل اكبر يعني. والولد بيوافق بقى بالفعل. المهم بقى التانية بتروح البيت، بتقرر تعمل ايه يا ربي. فبترن على كلوي وبتقول لها بقول لك ايه يا كلوي. فقالت لها ايه، فقالت لها بقول لك ايه قابليني في المطعم اللي هو كذا 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 وتعالي بسرعه هناك. فكلوي طبعا فرحت قالت هتصالحني ولا حاجه، فقالت لها قشطه. وفي نفس الوقت جابت جوزها المطعم ده، وقررت ان هما تدبس الاتنين في بعضيهم. لكن جوزها لما بيشوف كلوي مش بيتعرف عليها اصلا، وبيسيبها وبتمشي وبيكمل كلامه معاها. فصاحبتنا بقى بتاخد بالها وبتقول ايه ده، يعني كده بتضحك عليا. عرفت ان هي بتضحك عليها وان مفيش علاقه بينها وبين جوزها. فبتقول لجوزها على الحقيقه وبتحكي له عن كل حاجه، فبيتعصب وبيتضايق وبيقول لها هو انت ازاي تعملي حاجه زي كده. المهم بعد بقى ما حكيت له كل حاجه بيسامحها وبيرجعوا لبعضهم الحمد لله. مين اللي شافها بقى وهم راجعين لبعضهم؟ كلوي. اللي اتعصبت واتنرفزت راحت لابنها وقالت له بقول لك ايه تعالى مع بعضينا نعمل حاجه. واخدته في اوضه امه ودخلت معاه في علاقه هناك، وقعدت تصوت بحيث ان كله يسمعها من اللها. فامه بقى بتطلع بسرعه على الاوضه بتاعتها، فبتلاقي ابنها معاه وبتقول لهم انتوا بتعملوا ايه. فكلوي قالت لها هو في حد يدخل على حد كده، احنا بنحب بعضينا. فبتكلمها كلوي وتحاول ان هي تكلمها ايمي بتنصحها، لكن كلوي بتقول لها بصراحه انا اصلا مش عايزه لا ابنك ولا جوزك، انا عايزك انتي. فالتانية بتقول لها وبتخاف منها. المهم بقى كلوي علشان التانية شتمتها راحت رمت نفسها من الشباك على اساس ان هي تتخلص من نفسها يعني. وبتموت الحمد لله البنت اللي مش كويسة ديت، والدنيا بترجع لنفسها وكل حاجة بتبقى تمام. وبكده بينتهي معانا ملخص الفيلم.